قررت انني نسول الذكاء الاصطناعي على التوقع ديالو لنتيجه المباراه ديال الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه غد الاحد مع 4:15 عصرا. شوفوا التوقع ديالو. شوفوا خوتي معايا بعد ما سولت الذكاء الاصطناعي حول التوقع ديالو لنتيجة المباراة، وكتبت ليه ما النتيجة المتوقعة لقمة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني. قمة ريال مدريد ضد برشلونة بتاريخ 26 أكتوبر 2025. أريد توقعك شخصيا. أعطاني التوقع ديالو. يعني التوقعات الفنية يعني ما نديرو بها. هنا كاين التوقعات العامة. أعطاني التوقعات العامة. تشير التوقعات إلى تفوق طفيف لريال مدريد، حيث يتوقع أن تكون المباراة متوازنة مع احتمالية فوز الفريق الملكي بنسبة 51%، بينما تصل احتمالية التعادل إلى 30% وفوز برشلونة إلى 19%. وعطاني التوقع الشخصي ديالو. هذا هو التوقع اللي بغيت أنا نعرف ديال الذكاء الاصطناعي. هو بالنظر إلى قوة ريال مدريد على أرضه وتفوقه التكتيكي وغياب بعض العناصر الأساسية في برشلونة، أرى أن الفريق الملكي هو الأقرب لتحقيق الفوز، ومع ذلك لا يمكن استبعاد مفاجآت الكلاسيكو، خاصة مع الروح القتالية التي يظهرها برشلونة في المباريات الكبيرة. وهنا عطاني التوقع ديالو النهائي. شوفوا خوتي معايا التوقع ديال الذكاء الاصطناعي النهائي للمباراة ديال غدا الأحد مع 4:15 عصرا. أتوقع أن تنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3-2 على برشلونة مع أداء هجومي قوي من الفريقين. سيقام اللقاء في تمام الساعة 4:15 بتوقيت المغرب على ملعب سانتياغو برنابيو. شو معايا التوقع؟ عطى الأفضلية لريال مدريد، يقدر يربح 3-2 أخوتي، وهذا ما كان.